عارفين لما يكون بقالكم فترة طويلة بتقروا بقيتوا خلاص عارفين ذوقكم وايه اللي هيعجبكم او مش هيعجبكم، وبعدين بيظهر كتاب بيبقى عليه هايب كبير قوي. الكتاب ده انتوا عارفين ومتأكدين ان هو مش ذوقكم، وبعد كده بتبدأ الآراء تتتابع ان كل الناس عاجبها الكتاب ده، فبتبدأوا تتذبذبوا شوية. طب ما يمكن يعجبني. بيدخل جواكم بقى السيلف داوت والفومو، ما كل الناس قاعدة بتقرا الكتاب ده وعاجبها جدا، ليه ما اقراهوش انا كمان؟ خصوصا ان احنا معاصرين للكتاب ده وقت ما اتنشر، وبنبقى متخيلين ان كمان 10 20 سنه الكتاب ده هيكون كلاسيك للحقبه دي، وبنبقى عايزين نركب القطر بتاع احنا قرينا الكتاب ده اول ما نزل لما ما كانش لسه مشهور كفايه. دي كانت قصتي مع كاتاباسس لآريف كوانج او كاتاباسس لو بريتش انجلش. فانا استسلمت للفومو وقريت الكتاب، وجاي النهارده اكلمكم عن كل افكاري ومشاعري تجاهه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا بينا. للي ما يعرفش، كاتاباسس هو المؤلفة آريف كوانج اللي كتبت في بداية مسيرتها الأدبية سلسلة ذا بوبي وور. طلعت برواية بابل اللي برضو حققت نجاح فائق جدا. بعد كده طلعت برواية يلو فيس. يلو فيس برضو حققت نجاح كبير قوي، وكل ده بنى الطريق للنجاح أو الهايب اللي كان محاوط بكتاب زي كاتاباسس، اللي من قبل ما نعرف حتى هو بيتكلم عن ايه عشرات الآلاف من الناس كانت حطاه على التي بي ار بتاعها على جودريدز. كاتاباسس كمصطلح معناه في الميثولوجيا النزول للعالم السفلي، وكان باين من اسمه الفكرة هتكون عن ايه. مجموعة من الناس هينزلوا للأندر وورلد أو العالم السفلي لغرض ما. الفكرة بالنسبة لي كانت عادي، يعني ممكن أهتم بيها أو ما أهتمش بيها، لحد ما بدأ يطلع كلام عن الكتاب إن هو كتاب أكاديمي بحت، مركز قوي على الأكاديمية والتجربة الجامعية في طريقة السرد بتاعته. بيستخدم مصطلحات كتير غريبة محتاجة مراجعة، أو بياخد انسبيريشن ومستوحى من كتب تانية أكاديمية أو أدبية. بدأ يطلع ترند على السوشيال ميديا إن في مجموعة من الكتب لازم تكون essential reading، أو إحنا محتاجين نقراها عشان نعرف نفهم كاتاباسس بيتكلم عن إيه. بعض الناس كمان كانت بتشير الجوجل سيرش بتاعها وبتورينا كل الكلمات اللي كانت بتدور على معناها لأن هي مش فاهماها في الكتاب. بدأت أحس إن أنا مقفولة منه. أنا مش بحب الكتب البريتنشس المبتذلة اللي بتحاول تبين إن هي عارفة معلومات كتير، ولكن المعلومات دي مش بتفيدنا في سياق فهم القصة. فخدت خطوة لورا وقلت استنى أشوف الدنيا هتمشي إزاي. الكتاب اتنشر، ناس كتير جدا قريته وناس كتير جدا حبته وعجبها، وبدأت ألاحظ إن ناس كتير برضو ما عجبهاش الكتاب، وهو واخد أقل ريتنج دلوقتي على الجود ريدز لأي كتاب من كتب آريف كوان. هو برضو مش قليل قوي، 3.8 ده ما يعتبرش قليل، بس بالنسبة لها هي ممكن يكون معناه إن الكتاب ما عجبش نسبة كبيرة من الناس. الكتاب ظهر قدامي في أماكن كتير جدا، في بوك ستورز كتير، وكان بيبقى مغري جدا إن أنا أشتريه، بس أنا اتعلمت من أخطائي وعرفت إن أنا ما اشتريش أي كتاب بس عشان الهايب، واستنى أشوف هل هو فعلا يستاهل ولا لا. في الغالب بحب أقرأ الكتاب الأول، ولو عجبني ساعتها ممكن أشتري النسخة الورقية وأحتفظ بيها في المكتب. خصوصا كمان إن أغلب النسخ اللي كانت منتشرة منه كانت سبيشال اديشنز وسبريد ايدجز وحاجات شكلها حلو جدا، وكانت طبعا غالية جدا، وأنا برضو مش متأكدة هل الكتاب يستاهل أدفع فيه مبلغ زي ده ولا لا. فالحمد لله صمدت على موقفي، ودلوقتي أنا شاكرة جدا لنفسي إن أنا قدرت أسيطر على البوك باينج امبولس بتاعي وما اشتريتوش لأنه ما عجبنيش خالص. هنا بقى بدخل في دايلما ان انا كنت عارفه من البدايه ان الكتاب مش هيعجبني، فليه ضيعت وقتي وقريته؟ وليه كملته للاخر؟ وليه انا قاعده دلوقتي عامله فيديو بكلمكم عنه والحاجات اللي ما عجبتنيش، وبخلق جو سلبي تجاه الكتاب في حين ان انا كان ممكن ما اقراهوش خالص؟ وبعدين بفكر نفسي ان انا قريته في الاساس عشان هو عجب ناس كتير، وكان عندي امل ان هو يعجبني. انا ما كنتش داخلاه بنيه ان انا عارفه ان هو مش هيعجبني وبهيت ريد الكتاب عشان اعمل لكم ريفيو سلبي عنه هياخد فيوز كتير على اليوتيوب. بدايه مشكلتي مع الكتاب ما كانش المحتوى بتاعه، كان السينوبسيس او الديسكريبشن. بيتكلم عن 2 طلبه بيحضروا دكتوراه في جامعه كامبريدج، والبروفيسور بتاعهم مات، وهم بيقرروا ينزلوا للاندر وورلد عشان يدوروا عليه ويرجعوه تاني لعالم الاحياء. البريمس كان باين ان هو كاريكاتيري اكتر او صوره ساخره اكتر عن الحياه الاكاديميه في الجامعات، وانا ما كنتش بايظ تجاه اي جانب من جوانب الخلاف، لان انا بطبيعه حياتي الدراسيه مريت بتجارب كتير
كتير مشابهه لده، بس انا مش من الناس اللي خلت الحياه الاكاديميه هي محور حياتها، فكنت داخلاه وانا سكيبتك. في البدايه لازم اقول لكم ان الريفيو ده هيكون فيه سبويلرز كتير وهحرق احداث كتير من الكتاب، فلو انت لسه ما قريتوش وناوي تقراه روح اقراه الاول وبعد كده شوف الريفيو، ولو انت مش مهتم او مش ناوي تقرا الكتاب خليك معانا هنا هنتكلم عن كل حاجه حصلت تقريبا. اي كتاب في بدايته المفروض يكون متقسم ل 3 اكتس. اكت 1 في الغالب بيكون هو الرايزنج اكشن، احنا بنبني المكان اللي احنا فيه والبيئه اللي احنا فيها، بنتعرف على الشخصيات، بنعرف اكتر عن طموحاتهم وامالهم ونواياهم والموتيفيشنز بتاعتهم قبل ما ندخل في القصه الاساسيه. ده ما كانش موجود في كاتاباسس، وانا مش بلوم على المؤلفه في ده لان هي وصلت لدرجه من النجاح تخليها تقدر تتلاعب بالاسس البنائيه لاي قصه، فده مش عيب في الكتاب. انا مشكلتي كانت ان احنا دخلنا في القصه على طول، ما نعرفش اي تفاصيل عن اي حد من الشخصيات اللي احنا بنتبعهم. بطلتنا أليس بندخل عليها الكتاب في اول صفحه بنلاقيها بترسم بنتاجرام او نجمه خماسيه على الارض، وهي مستعده خلاص وعارفه الخطوات اللي محتاجه تعملها عشان تنزل للاندر وورلد تنقذ البروفيسور بتاعها. ما نعرفش مين أليس، ما نعرفش ايه ظروفها، ما نعرفش هي بتعمل ايه في القصه دي وليه رايحه تنقذ الدكتور بتاعها. من تاني صفحه على طول بنلاقي زميلها بيتر دخل عليها الاوضه قال لها ايه ده انت رايحه الاندر وورلد؟ خلاص يلا بينا انا جاي معاكي. كل واحد خد شنطته ونزلوا مع بعض. فانا عارفه ان الكتاب ساخر، بس بدات احس ان هو مش ساخر بس، لا هو ساذج، لانهم بيعملوا التجربه دي كانها حاجه عاديه بتحصل كل يوم، مع انهم ذكروا كتير في الكتاب ان هو دي حاجه ما اتعملتش قبل كده، لان في رولز او قواعد للنزول للاندر وورلد، منها ان اي حد بيعمل الرحله دي وبيرجع منها تاني اللي هم بيبقوا قليلين جدا بالمناسبه، في المقابل ده بيفقد نص اللايف تايم اللي متبقيه له لما يرجع. يعني لو هو كان هيرجع يعيش 50 سنه بيفقد منهم 25 سنه. فقلت مفيش مشكله، انا هسسبند ماي ديسبليف وهحاول اتقبل الحاجات اللي ممكن تبان مش منطقيه قوي دي عشان سريان مجرى القصه. لحد ما بنبدا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع، بنعرف ان سبب موت البروفيسور ده كان هو ان أليس دخلت عليه مكتبه من غير ما تخبط وهو في نص عمليه او تعويذه كان بيعملها، ورجليها عملت سمادج او مسحت في البنتجرام اللي هو نفسه كان رسمه، وبسبب ده دايره الحمايه اللي كانت حواليه اتقطعت ومات بطريقه جروسم او دمويه جدا جدا. فهي حاسه بالذنب ان هي سبب في موته وعايزه تروح الاندر وورلد عشان تنقذه. مفيش مشكله في ده خالص. المشكله بقى بتبدا تطرق لما بنعرف اكتر عن الدكتور ده اللي هو اسمه بروفيسور جرايمز، وقد ايه هو شخص سيء جدا. من اول 10 صفحات تقريبا بنعرف ان بروفيسور جرايمز ده قتل ناس كتير جدا في مسيرته الاكاديميه، وكل مره بيعرف يدور حوالين التهمه دي وبيلفقها لحد تاني، او مش بيسيب اي تريس ممكن يخلي التحريات ترجع له في النهايه. وبنلاحظ ان مفيش اي احساس بالذنب منه، هو ما عندوش مشكله ان الناس دي كلها تموت في سبيل العلم اللي هو بيحاول يوصل له. فده بيخليهم بقى يقعوا في مشكله كبيره، وهي ان هم مش عارفين يدوروا فين في الاندر وورلد عشان يلاقوه من كتر الجرايم اللي هو عملها. وده خلاني ارجع اسال طب هم ليه بيحاولوا ينقذوه ما دام هو شخص وحش قوي كده؟ ما يمكن كان الاحسن ان هو يفضل ميت. وببدا الاحظ ان الكتاب مش بياخد نفسه بجديه قوي، مع ان في البدايه الماركتنج بتاعه وطريقه الكتابه اللي ريبيكا كوانج بتحاول تستخدمها بتعمل عكس ده، بتحسسك ان الكتاب جد جدا وسيريس جدا ومحتاج مجهود كبير جدا منك عشان تفهمه، مع ان انا ما لقيتش ده خالص. الناس كانت بتقول ان المصطلحات المستخدمه صعبه او الريفرنسز اللي موجوده صعبه ومحتاجه ان انت ترجع لاسسها في الميثولوجيا عشان تقدر تفهمها. انا ما حسيتش ده، بالعكس انا حسيت ان الكتاب مكتوب بطريقه طفوليه جدا. الكلام المذكور كمان اللي هو حتى مش صعب بالضروره، هي كلمات ومصطلحات عدت على اغلبنا من القراءات العاديه والعامه كمان، مش قراءات ادبيه. في الغالب 90% من الحاجات اللي اتقالت كانت معروفه اصلا، وكمان هي لما بتتذكر بتتشرح بتفاصيل مش كتير قوي، ولكن بيتقال الكلام ده معناه ايه. مش محتاج ان انت تاخد من وقتك تعمل جوجل سيرش او ترجع للمصدر الاصلي للميثولوجيا عشان تفهم المصطلح ده. الكلام كان مبسط جدا، وحتى الديالوج بين الشخصيات كان كاني بقرا كتاب جنرال فيكشن حتى مش فانتسي، بيخدم العقل البسيط والمستوى المتوسط من الثقافه. لكن انا مشكلتي هنا مع الحاجات دي كانت ان انا كنت طول الوقت حاسه ان ريبيكا عايزه تحط الكلام ده في وسط الاحداث بس عشان تورينا قد ايه هي شاطره ومثقفه وعندها علم، مش عشان ده بيخدم القصه باي شكل. بترمي اسماء زي نيتشه وبليتو ودانتي كانها مصطلحات عاديه جدا بنمر بيها في
محادثاتنا مع اي حد، اللي برضو في الاول وفي الاخر برجع اقول هي دي مش حاجات صعبه ان هي تتفهم. انا مش محتاجه اقرا دانتيز انفيرنو عشان افهم السيستم بتاع الناين سيركلز اوف هيل، دي اصلا حاجات عدت علينا في ميديا تانية مختلفه تماما. كنت متضايقه من تصوير الناس للكتاب على انه حاجه ادبيه صعبه جدا وما لقيتش ده، بس انا ما اقدرش الوم ريبيكا على ده، انا بلوم الناس ان هي مستصعبه حاجه مش صعبه ولا حاجه، ولكن انا بلوم ريبيكا في جزئيه ان هي بتحاول تورينا قد ايه هي مثقفه جدا. علاقه أليس وبيتر المفروض ان هي كانت تكون enemies to lovers او rivals to lovers لو هنتكلم في setting اكاديمي اكتر. هما اتنين كانوا متنافسين شويه في دراستهم للدكتوراه، وبعد كده بيكتشفوا ان هما بيحبوا بعض. دي مش الشكوى اللي المفروض اكون بشتكي منها في كتاب فانتسي بيتكلم عن الاكاديميا والرحله للجحيم، بس هما فعلا ادوا وقت كبير للعلاقه دي، فكان لازم اعبر عن استيائي ان انا مش شايفه العلاقه دي enemies to lovers خالص. ما كانش في اي جزء من اجزاء العداوه بينهم حتى على النطاق الاكاديمي فقط، كان باين جدا من البدايه ان هم اتراكتد لبعض. حتى أليس كانت بتقعد تشكر فيه كتير قوي في الانر مونولوج في دماغها، وطول الوقت كانوا قاعدين بيهزروا مع بعض. واصلا العلاقه دي كانت اوت اوف كونتكست، شكلها غريب جدا وده مش مكانها ومش ماشيه مع سياق القصه تماما، وسبحان الله في الاخر هتبقى عامل او فاكتور مهم جدا في البلوت تويست الاخيره. اول ما وصلوا الجحيم مشاكلي مع الكتاب بدات تكبر، ان الاندر وورلد ده بقى فيه كل النظريات وكل التخيلات والتصورات للمؤلفين والفلاسفه اللي موجودين هنا. ما لقيتش اي حاجه اوريجينال، ما لقيتش حاجه ريبيكا بذلت مجهود عشان تعملها هي في العالم ده. كل النظريات فجاه بقت صح، مع ان النظريات دي مش مبنيه على اي حاجه. مفيش حد في الحقيقه راح الاندر وورلد ورجع تاني، فاغلب الديسكريبشن او الوصف اللي عندنا للاندر وورلد جاي من الاديان السماويه، وده ناس كتير استوحت منه التخيلات بتاعتها للاندر وورلد او الجحيم. اشهرها الصوره اللي اتصدرت لنا في جحيم دانتي عن ان الجحيم احمر ودموي وفي نار والناس متكلبشه وبتتعذب في النار دي، وهو طبعا في جزء كبير من كلامه مطابق لوصف الاديان السماويه لان هو ده المصدر اللي هو رجع له في الاساس. بس احنا عمرنا ما شفنا الاندر وورلد. هل من المنطق ان الصوره اللي متصدره لنا من ناس عمرهم ما شافوا ده هتكون صحيحه بنسبه 100% لما فعلا الناس تروح الاندر وورلد وتشوفه لاول مره؟ نفس التقسيمه، نفس الدوائر، نفس الكائنات الاسطوريه اللي بنقابلها، نفس الاماكن الجغرافيه زي ريفر ليثي والعباره والفيريمان، وترتيب السيركلز على ترتيب السيفن ديدلي سينز او الكباير. ممكن الحاجات دي تكون موجوده بشكل تاني بس مش بالظبط زي الصوره اللي اتصورت في دماغ الفلاسفه دول. دي افتراضات واجتهادات شخصيه. معقوله بقى العقل البشري قدر يتخيل كل الحاجات اللي ما شافهاش دي بطريقه مطابقه تماما؟ حسيت انه كسل من ريبيكا بصراحه، ان هي حتى ما قدرتش تبذل مجهود ان هي تاخد الانسبريشن وتخلق هي صوره في دماغها للاندر وورلد ده. هي بالنسبه لي كسلت تعمل ده وبنت على حاجات اوريدي موجوده في قصه المفروض هي اصلا بتتكلم على الاندر وورلد. يعني انت بقى ضفتي ايه للعالم، ضفتي ايه للكتاب؟ كنت اروح اقرا انا الكتب الاصليه اللي بتتكلم عن ده وكانت هتوضحها بصوره اسهل بكتير وامتع بكتير من اللي في الكتاب. لاحظت كمان ان العالم واخد انسبريشن من كتب خياليه تانية خالص ملهاش اي علاقه بقى بالاندر وورلد. كون ان في حاجه اسمها الليمبس بريد بيستخدموها بياكلوها بكميات صغيره جدا عشان تشبعهم لفترات طويله فما يحتاجوش يشيلوا حمل تقيل. الليمبس بريد ده ذكره الاول والوحيد كان في سلسله The Lord of the Rings لجي.ار.ار توكن. ايه السياق اللي في الاندر وورلد اللي يخلي الليمبس بريد ده حاجه حقيقيه وهما بيستخدموها فعلا؟ طب ليه هي ما حاولتش تعمل حاجه خياليه تانية خالص بتأدي نفس الوظيفه؟ ليه خدنا ده كالحاجه الوحيده الحقيقيه اللي موجوده فعلا في العالم؟ طب الليمبس بريد ده حاجه الفش، فين الالفز اللي موجودين في العالم؟ هل هم موجودين؟ هل هم انتيتي حقيقيه موجوده في العالم ده، ولا احنا خدنا الليمبس بريد بس عشان يبقى ماشي مع سياق القصه؟ بنعرف في اللحظه دي ان أليس وبيتر مش عارفين يبداوا منين بسبب مدى فداحه وبشاعه حياه بروفيسور جرايمز وكل الجرائم اللي عملها. هم مش عارفين يروحوا انهي دايره الاول. هيبقوا واثقين ان بروفيسور جرايمز هناك بيتعذب فيها لانه غالبا هيكون عدى على كل الدوائر وبيتعذب كل الدوائر بسبب كل الحاجات البشعه اللي عملها. وكمان طريقه كلام أليس وبيتر، هم باين من كلامهم ان هم عارفين قد ايه هو شخص وحش، وكذا مره بيتر بيلفت انتباه أليس ان هو شخص وحش، بس عمرهم ما قرروا ان لا احنا مش هنكمل في الرحله دي، احنا هنرجع تاني. لا، هم مستمرين ومبررهم الوحيد هو ان لازم المرشد بتاعهم يكون عايش عشان يقدر يناقش رساله الدكتوراه، يا اما مش هيعرفوا يخلصوا الدكتوراه بتاعتهم. بعيدا عن العبط بتاع ان هم واخدين رساله الدكتوراه دي بشكل جدي زياده عن اللزوم، بس في بدايل احسن بكتير من ان انتوا
انتوا تروحوا الاندر وورلد ترجعوا الشخص اللي مات، زي انكم تقدموا جوابات او طلبات لبروفيسورز تانيين ان هم يعتمدوا او يشيلوا الوظيفه بتاعه المرشد الاكاديمي دي. فببدا اشكك في مدى عقلانيه ومنطقيه القصه اللي انا بقراها، ان انت تضحي بنص عمرك اللي متبقي لما ترجع عشان بس رساله الدكتوراه بتاعتك تتقبل. طب انت هتعيش لايه بقى؟ يعني الفتره اللي اتاخدت من عمرك دي مش قليله، فانت خلاص ايه اللي متبقي لك في حياتك؟ وفين اهلك واصحابك وعيلتك والناس اللي بتحبهم؟ مفيش اي حاجه موجوده تستحق ان انت تضحي عشانها بكل ده. ما يمكن اصلا انت كنت هتموت بكره، لكن لا، رساله دكتوراه. اول مكان بيخطوا رجليهم فيه بيقابلوا الطلبه اللي بروفيسور جرايمز قتلهم في مرحله في حياته ولف التهمه لحد تاني، مع ان هم ماتوا بقالهم عشرات السنين، بس فضلوا في نفس المكان ده في بدايه الاندر وورلد، ما اتحركوش منه. وطبعا كان لازم هم يكونوا اول ناس نقابلهم في الاندر وورلد اللي المفروض فيه بلايين من الناس وموجود من ساعه بدايه الخليقه، وكل الناس اللي ماتت قبل كده المفروض تكون موجوده فيه. مش هتكلم طبعا عن التايم لاين اللي المفروض مش منطقي، لان احنا كلنا بنروح الجنه او النار في نفس الوقت، وده بعد ما كل الناس على الارض بتكون ماتت. والفتره اللي احنا بنكون ميتين فيها دي بنكون المفروض في البرزخ، المرحله الانتقاليه بين عالمنا والعالم الاخر. مش الواحد اول ما بيموت بينزل على الاندر وورلد على طول. بس حتى الشخصيات دي كانت سطحيه جدا، هم قاعدين هنا مش عايزين يتحركوا، عشان في العالم ده في الاندر وورلد ده اي حد بعد ما بيخلص العذاب بتاعه بيحصل له ريزركشن او اعاده احياء، ما بيفضلوش في الاندر وورلد طول عمرهم. فالشخصيات اللي بنقابلها دي اللي ماتت خايفين يوصلوا لمرحله الريزركشن، عشان بالنسبه لهم ان هم يحصل لهم اعاده احياء كناس تانية جديده في سيتويشن ممكن يكونوا فيه مش طلبه اكاديميين او متعلمين او مثقفين، ده اوحش بمراحل من انهم يفضلوا مقضيين باقي حياتهم في الاندر وورلد. على لسانهم بيقولوا على الاقل واحنا ميتين فاحنا ديد ساينتستس، لكن لو حصل لنا ريزركشن ممكن نكون جهله مش متعلمين مش بنعرف نقرا ونكتب، ودي بالنسبه لهم كارثه. دانتي كان مقسم في تخيلاته الاندر وورلد ل9 دوائر. اول دايره هي المرحله الانتقاليه بين الليفنج والديث، وبعد كده دايره لكل واحده من الديدلي سينز دي مترتبه بترتيب فداحتها، وفي النهايه بتكون 9 سيركل اوف هيل اللي هي بتكون ايس اصلا مش نار، وفي الغالب بيكون فيها الناس اللي كانوا ارتكبوا ابشع الجرائم طول فتره حياتهم. حسيت ان الكتاب ممكن يبقى ممتع شويه ان احنا نعدي على كل سيركل منهم ونشوف المكان عامل ازاي، وايه الترايلز او المغامرات اللي المفروض يتخطوها عشان يعرفوا يدخلوا للسيركل اللي بعدها. طبعا توقعاتي طلعت ملهاش اي علاقه باللي هيحصل بجد. اول دايره قابلناها كانت الدايره بتاعه البرايد او الرياء. بنلاقي ان الدايره دي متقسمه لمكتبه كبيره جدا، والمكتبه فيها كتب، والكتب دي فعلا الناس اللي موجوده بتقراها. والريكوايرمنت او الطلب اللي محتاجين يعملوه عشان يقدروا يخلصوا فتره العذاب بتاعتهم هي انهم يقروا كتب required reading، يعني مطلوب منهم ان هم يقرأوها، وبناء على الكتب دي يطلعوا معنى او تعريف لكلمه الجود او الخير، بغض النظر عن مدى علاقه الخير بالرياء، وان هم اصلا ما لهمش علاقه ببعض، لان عادي بعض الناس ممكن تكون عندها رياء ولكن بتعمل حاجات كويسه. الشخص اللي عنده رياء مش شخص شرير بالضروره. فالعلاج بتاع الشخص اللي عنده برايد او رياء مش انه يدور على معنى الجود، يدور على معنى الايثار او السيلفلسنس، ده مش هعلق عليه. اللي هعلق عليه هو الفكره نفسها، هو ان العذاب بتاعهم حرفيا انهم في مكتبه ومحتاجين يقروا كتب ويعملوا رساله او دايسرتيشن لو نجحت وطلعت منطقيه يقدروا يعدوا بيها. بجد يعني الصوره المتصوره في دماغنا اللي المفروض تكون صوره كاريكاتيريه يعني عن الحياه الاكاديميه هي ان تجربه الدراسات العليا وحشه قوي لدرجه انها تعادل العذاب في الاندر وورلد. وبعدين الكلام ده مش منطقي، لان المفروض ان الاندر وورلد بيستقبل ناس من بدايه الخليقه، من الفتره اللي ما كانش فيها اصلا لا كتابه ولا قرايه ولا لغه للتواصل. الناس كانت بتتكلم كده اصوات وخلاص واشارات، واقصاها كانوا ممكن يرسموا صور او رموز على الحيطه. بعد كده تطورت اللغه لحد ما وصلت للغه اللي موجوده دلوقتي. واصلا وهي موجوده دلوقتي هل كل الناس بتعرف تقرا؟ ما في نسبه كبيره من الناس مش بتعرف تقرا. هل هم بيموتوا بيصحوا بقى في الاندر وورلد باي ديفولت كده بيعرفوا يقروا ويكتبوا كلهم، بيفهموا كلهم نفس اللغه الانجليزي، ان هم يقروا كتب ادبيه وفلسفيه ويفهموا المحتوى بتاعها، وعندهم الاي كيو الكافي انهم يقدروا يكتبوا دايسرتيشن ويشوفوا هتنجح ولا لا؟ هل كلنا بنفس مستوى الذكاء؟ لو هم بقى فعلا بيموتوا ويصحوا تاني عندهم نفس الاي كيو ونفس القدرات ونفس كل حاجه في الستارتنج بوينت اللي تخليهم متعلمين
متعادلين وكلهم يقدروا يعملوا نفس الحاجه بنفس القدر، ساعتها ممكن نقول ان دي حاجه تحدد بينهم كانها مسابقه. حاولت اتخطى ده واقول ماشي خلاص، انا عايزه اشوف بقى أليس وبيتر هيوصلوا لتعريف الجود ده انه ايه، وهل فعلا هيقدروا يعدوا للكورت اللي بعده ولا لا. طبعا ده ما حصلش، يعني هو اي حاجه انا بستناها في الكتاب ما بتحصلش، لان مش ده الغرض من الكتاب. مش الغرض ان هو يكون قصه ممتعه مسليه فانتازيا، الغرض منه ان هو يحاول يثبت لنا صوره معينه عن الحياه الاكاديميه. فهم ما جاوبوش حتى على السؤال، هم عملوا نقاش فلسفي صغير كده مع شخص عامل نفسه هو العميد بتاعهم في الدايره دي، ولفوا من حواليه عشان يدخلوا الدايره اللي بعدها. فضيعنا وقت، ما استفدناش اي حاجه، ما خدناش اي معلومه مفيده. انا ليه بقرا الكتاب؟ يعني عند النقطه دي انا وصلت للسؤال بجد، انا مش عارفه انا ليه بقرا الكتاب. مفيش اي اختبارات بيعدوا بيها، مفيش اي حاجه بتحاول تثبت لنا ذكائهم او انهم ناس كفء يستاهلوا فعلا يكونوا اول ناس نزلوا الاندر وورلد ورجعوا منه فعلا. ما تحطوش في اي تشالنج فعلي يحسسني ان هم اذكياء. الحاجه الوحيده الاوريجينال اللي ريبيكا قررت تضيفها للعالم ده هو عيله من الناس اسمهم الكريبكيز. كانوا عيله من السحره، والسحر في العالم ده هو حاجه حقيقيه اكاديميه بتدرس زيها زي علوم الطبيعه والطب والهندسه. وكانت عيله الكريبكيز دي بتحاول تثبت للعالم ان هم فعلا اذكياء جدا جدا، وكان دايما عالم السحره الاكاديمي بينبذهم لحد ما عملوا زي شو او عرض كده وموتوا بعض فيه وراحوا الاندر وورلد. تقريبا كانوا فاكرين ان هم هيقدروا يفضلوا عايشين، بس طبعا ما فيش حد اشطر من الموت فماتوا. ودلوقتي هم بقوا مسيطرين على الاندر وورلد، وطول الفتره اللي بيقضوها في الاندر وورلد كل ما بيقعدوا فتره اطول كل ما الهيومانيتي بتاعتهم او الانسانيه بتاعتهم بتقل، فبيتحولوا لمجرد وحوش. وحتى الجزء ده ما كانش مهم قوي ومركزناش عليه فتره طويله، وكان كمان الموتيفيشنز والطموحات والامال بتاعت الشخصيات الكريبكيز دول ضعيفه جدا وثنائيه الابعاد. بيحاولوا يورونا قد ايه السعي ورا الشهره بسبب العلم او الدراسه دي حاجه ممكن تخلي الناس عندها استعداد ان هي تموت نفسها عشانها، بس هي حتى ما كانتش متصوره بطريقه فلسفيه تخليني احب اتناقش فيها. ده مثلا انا شفته متناقش حلو قوي في كتاب فيشس لفي اي شواب، او فيلم ذا برستيج لكريستوفر نولان. لكن ده هي كانت بتحاول تعمل نفس الحاجه بس بطريقه كسلانه جدا. كل حاجه عدت علينا وكل شخص قابلناه في الاندر وورلد بشكل او باخر ليه علاقه بالاكاديميا، سواء كان طالب او دكتور او محاضر دكتوراه او مرشد اكاديمي، كلهم في وقت ما من حياتهم كانوا في جامعه، وغالبا كانت اوكسفورد او كامبريدج. فمعقوله بلايين الناس اللي ميته دي كلها بيصادف ان كل شخص أليس وبيتر بيقابلوه هو حد ليه علاقه بالحياه الاكاديميه؟ وحتى اللي كان بيتركز عليه في العالم الاكاديمي ده هو كان بس الجزء الادبي منه، مفيش اي ذكر بقى عن الناس اللي بتدرس ساينس او ماث، لا هم بس الناس اللي بيدرسوا هيومانيتيز او ارت او الحاجات الادبيه بس. يعني مقياس العذاب الجسدي منطقي شويه، لان احنا بنسبه كبيره كلنا عندنا نفس الريسبتورز بتاعه الالم وبنحس بيها، ممكن بفروقات بسيطه جدا، لكن مستوى العذاب الجسدي اللي كنا هنوصل له في الاندر وورلد هيخلي كل الناس بتتعذب، كل الناس حاسه بالالم. لكن ان انت بتعذب الشخص بطريقه منتال، وحتى مش طريقه منتال مثلا ان هو بيتخيل صور في دماغه لناس بيحبهم بيتعذبوا او حاجه زي كده، لا خالص، ده منتال. هو محتاج يستخدم قوه عقله عشان يعرف يخرج من المكان ده. مفيش اي مساواه او منطقيه في الاستراكشر بتاع العذاب ده. عدينا على كل السيركلز اوف هيل على مدار الكتاب ومفيش اي حاجه مميزه حصلت في ولا واحد منهم. كل مره تقريبا بنقابل شخصيه جديده، الشخصيه دي غالبا بتكون شخصيه ليها كادر اكاديمي وبتحط سؤال جوه دماغ البطله أليس، وبتقعد تفكر طول الفتره دي هل هي المفروض تمشي ورا كلام الشخصيه دي ولا ما تمشيش وراه. وكل مره هو نفس الكلام بيتكرر بالظبط، او مثلا يظهروا قدامهم شخصيتين كل واحد هيمشي في طريق وهم محتاجين يقرروا هيمشوا مع انهي حد منهم، وفي الغالب طبعا بيمشوا مع الشخصيه الغلط الاول عشان يتعلموا من اخطائهم وبعد كده يروحوا يمشوا ورا الشخصيه الصح. اغلبهم كان بيدور على حاجه المفروض ان الحاجه دي كونتراديكشن او تناقض، والكونتراديكشن ده لو قدروا يقدموه للورد اوف ذا اندر وورلد اللي هو المفروض هيديز يعني في الميثولوجيا الاغريقيه، هيقدر يديهم فرصه ان هم يرجعوا تاني لعالم الاحياء بس كنفسهم، ما حصل لهمش ريزركشن او اعاده احياء كشخصيات تانية. وده برضو بيحاول يعزز فكره ان الناس عندها استعداد تضحي باي حاجه بس عشان الجلوري او العظمه بتاعت ان هم يكونوا اكاديميين ناجحين ومشهورين في عالمنا. ان هم ممكن يكون مثلا فاضل لهم في حياتهم فتره قليله جدا عايزين يرجعوا يقضوها كعلماء وادباء مشهورين وناجحين، على انهم يحصل لهم ريزركشن ويعيشوا حياه كامله تاني من البدايه، بس في احتماليه صغيره ان هم ما يبقوش علماء. حتى لو رجعوا في الوقت ده اصلا قرايبهم واهلهم واحبائهم كلهم في الغالب ماتوا، لان هم بقى لهم مئات السنين في الاندر وورلد، فهيرجعوا مش هيلاقوا اي حاجه. ممكن اصلا هم الجلوري بتاعهم كعلماء محدش هيفتكروا لان هم كانوا مشهورين في فتره
زمنيه معينه دلوقتي ما بقوش ريليفنت او ليهم اهميه. في تعليق أليس عملته عابرا عن ان في واحد من طلاب بروفيسور جرايمز القدام اعتذر عن مكانه في الكادر الاكاديمي عشان يروح ورا مراته اللي كانت حامل وقتها، وقررت تسيبه وترجع لاهلها في كندا عشان هو مش بيوعرها اي اهتمام بسبب ان هو مشغول طول الوقت بدراسته الاكاديميه. والولد ده قرر ان هو فعلا يتخلى عن منصبه في مقابل حياته الشخصيه والاجتماعيه ومراته وابنه اللي هيتولد. وأليس بتتكلم عن ده بطريقه بتورينا ان هو بالنسبه لها شخص غبي جدا ازاي يتخلى عن حاجه زي دي في مقابل حاجه تافهه زي مراته وابنه. ومستغربه جدا ان ازاي حد يسيب كامبريدج الجامعه العريقه العظيمه جدا ويروح كندا. وبتتساءل فعلا في دماغها هي كندا دي فيها جامعات؟ وانا فاهمه هي بتحاول تعمل ايه هنا، بس انا اسفه الطريقه دي ساذجه جدا، بتتكلم كانها شخصيه ثنائيه الابعاد في كرتون. التعليق ده اتعمل في كتاب قبل كده زمان اسمه انا اند ذا فرنش كيس، بيتكلم عن واحده امريكيه اسمها انا راحت فرنسا تدرس في مدرسه داخليه، وبالصدفه وهي ماشيه في شوارع باريس اكتشفت ان في سينما، وعلقت تعليق ساذج زيها برضو بتقول هو معقوله باريس فيها سينما؟ والناس بهدلت الكتاب والمؤلفه بسبب التعليق ده، وقد ايه هو تعليق ريسست وعنصري وجاهل ومش مثقف وكل الكلام ده. ونفس التعليق ده بالظبط انا بالنسبه لي اتعمل هنا في كاتباسس ومحدش اتكلم عنه عشان هو تحت سياق انه كتاب كاريكاتيري او سيركاز، فده هيعفيه من انه يكون عنصري او بيقلل من الفئات التانية اللي حواليه. أليس طبعا بتقابل في رحلتها طالبه تانية اكاديميه اسمها إلسبيث، كانت طالبه عند بروفيسور جرايمز برضه. بتبدا إلسبيث تتكلم بجد بقى عن قد ايه بروفيسور جرايمز كان انسان سيء جدا وشخصيه زباله وعايز مصلحته هو بس، وبيستخدم الطلبه اللي حواليه. كمان بيبداوا يتكلموا اكتر عن ان جرايمز عمل جرائم فيها هراسمنت تجاه الطلبه البنات بتوعه، ودي شكوى عامه على فكره في العالم الاكاديمي، ان اوقات بنات كتير بتطلع تشتكي ان بعض البروفيسورز او المرشدين الاكاديميين بتوعهم بيكونوا عايزين فيفرز منهم كبنات مقابل ان هو مثلا ينجحها في الامتحان او يسهل عليها عمليه مناقشه الرساله بتاعتها. دي حاجه حقيقيه وموجوده فعلا وما نقدرش ننكرها، بس الصوره اللي اتصورت بيها هنا كانت مستفزه جدا. وانا بالنسبه لي مش كفايه ان انا اكون مستفزه عشان اقول الكتاب ده كتاب حلو وخلاني اتعصب لفئه معينه او اعوز اناقش موضوع معين، لان انا حسيت ان هو بيصب في مصلحه الطرف الثاني اصلا. إلسبيث قعدت تكلم أليس كتير في ان جرايمز ده شخص وحش، كان بيطلب منها حاجات مش كويسه، كان بيعاملها كانها كلب، بيبعدها او بيذبلها وبيعاملها وحش عشان بس عايز يشوفها بترجع تترجاه وتتمسح فيه عشان يسامحها ويعدلها اللي هي عملته، اللي هو فعليا ما بيكونش حاجه. بيستنى يشوف هي هتستحمل قد ايه من قرفه لحد ما تبطل ترجع تعتذر له تاني، وساعتها بقى بيبدا يبقى لطيف ويلطف الجو معاها. وكانت هي بتوافق تعمل ده بس عشان العائد ان هي تبقى بروفيسور هي كمان، ولكن بعد فتره حست ان العائد ده ما يستاهلش كل القرف اللي هي مضطره تعدي بيه، وقررت تهرب من المكان ده. احنا عارفين طبعا هي هربت ازاي لان هي موجوده في الاندر وورلد، بس بيبدا بقى انر مونولوج في دماغ أليس، هي مش بتقوله لإلسبيث ولكن هي قاعده بتفكر في ان هي مش زي إلسبيث عشان هي عرفت تلاقي مخرج من اللي هي فيه، انها بقت بتقدر تتوقع مزاج بروفيسور جرايمز، تقدر تعرف امتى هو محتاج مدح وامتى هو بيبقى عايزها تترجاه، وان الموضوع بسيط جدا، الواحد بس محتاج انه يتخلى عن كبريائه وكرامته في مقابل ده، وان أليس نهايتها مش هتكون زي نهايه إلسبيث عشان هي اقوى واصلب وعايزه النجاح ده اكتر من إلسبيث. ده طبعا دخل في تشابتر بيتكلم اكتر بقى عن العنصريه في عالم الاكاديميا، سواء على مبدا الريس او الجندر او السن كمان. بالنسبه لأليس الجدال ده ممل ورتيب وهي مش بتحب تضيع وقتها فيه، بتتكلم بسخريه شديده جدا عن النضال الاجتماعي، المطالبه بحقوق الانسان واحترام المراه عمليا كشخص مش كلعبه الاكاديميين بيلعبوا بيها. وجودها في اي مكان هو تلطيف للجو او اي كاندي يحبوا يبصوا عليها او يتفرجوا عليها، لكن مش بياخدوا محتواها العلمي وذكائها بجديه، ان هي مكانها المطبخ وان هي المفروض تتجوز وترعى زوجها واولادها ودي تبقى وظيفتها الوحيده، ومش المفروض اصلا تكون موجوده في عالم الاكاديميا، او على الاقل لحد ما تتجوز ويبقى ليها بيت وبعد كده تمشي منها، او يكون شغلها قليل ودراستها بسيطه بحيث ان هي تتناسب مع اللايف ستايل الجديد بتاعها. نديها تخصصات اقل شويه في المجهود، او نديها حاجات محتاجه تدرسها للطلبه الاندر جراد لان دي على قد مستواها، لكن بتاعه البوست جراد دي بتبقى كومبلكس اكتر فمحتاجه يكون فيها رجاله اكتر. أليس بقى في دماغها ان هي شايفه ان الطريقه الوحيده اللي تقدر تثبت بيها انها تستاهل المكان ده او انها مش انفيريور للراجل بان هي فعلا ما تكونش انفيريور للراجل، كأن دي معلومه ما عدتش على اي
اي حد تاني غير أليس، كأن أليس لسه مولودة امبارح، كأن الرجالة كانت بتقلل من الستات عشان هم انفيريور فعلا، مش عشان عادي هم مستواهم كويس وناجحين جدا. ولكن دي النظرة العامة بتاعت بعض الرجالة بغض النظر عن الست دي حققت ايه في حياتها. انا اسفة بس دي وجهة نظر حد عنده 12 13 سنه بالكتير، مش طالبه دكتوراه في جامعه من اعرق جامعات العالم. المفروض ان هي وصلت للمستوى ده اصلا والمرحله اللي هي فيها دي عشان هي ذكيه جدا. فين بقى الذكاء ده؟ انا مش شايفاه. هل الذكاء ده موجود على النطاق الاكاديمي فقط ولكن هي ما عندهاش لا ذكاء اجتماعي ولا ذكاء عاطفي؟ لكن ده بصراحه بالنسبه لي بيقول كفايه عن مدى ثقتي في اي حاجه اكاديميه هي بتضيفها للعالم. بنبدا نشوف كمان كلام من أليس بشع جدا عن ان هي فعلا شافت وعصرت بعينيها بعض الجرائم اللي فيها هراسمنت او ايذاء جسدي للستات وتكتمت على ده، بل انه كمان حصل معاها هي شخصيا. والموضوع بالعكس ما ضايقهاش، دي كانت بتسيك او بتدور على الفاليديشن او القبول منه، لدرجه ان هي ما عندهاش مشكله، هي كل تفكيرها ايه ده انا بالنسبه له شكلي حلو قوي لدرجه ان هو يعوز يعمل معايا كده. مش مهم بقى ان هو بيعمل كده دي جريمه وكارثه ويتسجن عليها، لا. حاسه ان احنا في لحظه واحده دفنا كل المجهود وكل الحاجات اللي الستات والناس عموما بتحاول تعملها عشان تهرب من الواقع ده. جت أليس دفنت كل حاجه. في علم النفس بالمناسبه ده اسمه الاكاديميك ستوكهولم سيندروم. وصلنا لنهايه الكتاب اللي كانت فيه منتهى الاحباط والسذاجه، اللي هو متماشي مع باقي البيسنج بتاع الكتاب. هي ما عملتش حاجه جديده، يعني اكيد مش الكتاب هيقعد 350 صفحه وحش وبعد كده في اخر 50 صفحه فجاه هيبقى حلو قوي. بس ده اللي خلاه ينزل بالنسبه لي من 2 ستارز ل 1 ستار، لان انا في العادي مش بدي كتب 1 ستار حتى لو ما عجبتنيش خالص، بس انا بدي نجمه مني على الاقل، لان انا عارفه ان الكتاب ده مكتوب كويس، ما فيهوش جراماتيكال ايرورز، متراجع كويس، حتى لو المحتوى بتاعه نفسه ما عجبنيش. بس يعني دي نهايه بصراحه مفيش حد في 6 ابتدائي ممكن يكتبها. بنشوفها جايه من بعيد قوي عشان اكيد دي هتكون النهايه. مفيش اي مساحه اتثبت لنا في الكتاب تخلينا نتخيل انها ممكن تكون اي حاجه تانية. بس مش لدرجه ان احنا نقابل اللورد اوف هيل اللي هو المفروض ليه هيبته يعني، وبنلاقيه بنفس السذاجه والطفوليه بتاعه الكتاب كله. الكتاب بيحاول بقدر الامكان يتجرد من مفهوم الاديان السماويه، وده كلام مش منطقي لان مفهوم الاندر وورلد او الجحيم اصلا موجود عشان الاديان السماويه. مبدا الثواب والعقاب، ان في دين وفي اله، والاله ده بيقول لك المفروض تعمل حاجات وما تعملش حاجات، ولو عملت الحاجات الحلوه هتتكافئ عليها ولو عملت الحاجات الوحشه هتتعاقب عليها. فعشان كده في اندر وورلد وفي هل. لو ما فيش اديان سماويه وما فيش اله انت هتتعاقب ليه؟ ما هو ما فيش صح وما فيش غلط، يبقى ازاي هنعمل نفسنا في عالم ما فيهوش اديان سماويه وننسى نذكر اي معلومات عن ده، مع ان ده اصلا جزء لا يتجزأ من الاديان السماويه. الكتاب كان في غايه الملل، هو رتم واحد ثابت ماشيين عليه من اول صفحه لاخر صفحه، مفيش بقى رايزنج اكشن وكلايماكس وفولينج اكشن. لولا اني اعتمدت على الاوديو بوك مع النسخه الالكترونيه ما كنتش هخلص الكتاب ده اصلا. وبالمناسبه الاوديو بوك جايبين فيه راوي بريتش، مع ان أليس الشخصيه الرئيسيه اللي الكتاب بيدور في دماغها هي امريكان اصلا. فانا ما عرفتش افهم هم ليه عاملين كده، هل عشان السيتنج نفسه في كامبريدج اللي هي جامعه في بريطانيا، ولا مثلا استخدام البريتش انجلش هيحسسنا ان الموضوع سوفيستيكيتد او مثقف اكتر؟ انا حقيقي مش عارفه. لقيت بعض الناس على السوشيال ميديا بتوصف الكتاب ده على انه تكست بوك. هختلف معاهم في حاجتين، الكتاب ده مش مكتوب حتى كويس ان هو يقدر يتصنف كتكست بوك، لان المعلومات الادبيه او العلميه اللي فيه مش مشروحه بتفاصيل كافيه تخليني احترمه كتكست بوك بيعلم فعلا. وعلى الصعيد الاخر هو ما فيهوش قصه اصلا، هي ما عملتش اي حاجه اوريجينال او جديده تضيفها للعالم ده عشان اقدر اقول ان هي كتبت حاجه بذلت مجهود فعلا عشان تخلينا مستمتعين. كان في اجزاء بين الشابترز بتتكلم عن الهيستوري او التاريخ بتاع العالم، وبيبدا يشرح لنا بعض المصطلحات العلميه اللي مبني على اساسها السحر او الماجيك بتاع العالم ده. ما كانتش مفيده باي شكل، وكان فيها اصلا ميتافورز او تخيلات ووصف ملوش اي علاقه بالسياق العلمي اللي احنا بنتكلم فيه. معرفش ليه الاديتورز ما قالولهاش بصراحه احنا المفروض نشيل الشابترز. الشخصيات بالنسبه لي بعد كل اللي اتكلمت عنه ده هي ملهاش شخصيه. بيتر ده انا ما ذكرتوش اصلا في اي حاجه غير ان هو راح معاها كده، وبعد كده بالمناسبه هو في النص بيموت بسبب قرار غبي من أليس، وبعد كده أليس بترجعه تاني. انا عارفه ان كتب كتير عادي ممكن المين كاركترز فيها يكونوا unlikable مش محبوبين، بس ده مش معناه ان هم يكونوا مش منطقيين. انا ممكن اقرا عن ناس انا شايفه ان هي شخصيات وحشه مش عاجبني تصرفاتها، بس انا عارفه افهم كفايه عن الشخصيات دي عشان افهم هما بيتصرفوا كده ازاي. لكن أليس كانت شخصيه وحشه بس مفيش اي redeeming qualities، مفيش اي حاجه تعوض في نظري شخصيتها. انا فعلا مش حباها. وبيتر ما كانش موجود اصلا، هو شخص جاي يهزر ويلطف الجو
بتاعه، لكن هو ملوش ابعاد وملوش شخصيه. بالعكس انا كنت متقبلاه هو اكتر مما كنت متقبله أليس بكتير. ما كانش هيبقى عندي مشكله اتبعه هو وقصته عن اني اتبع أليس، مع ان انا عارفه ان بيتر عمره ما كان هياخد القرار ان هو يروح الاندر وورلد اصلا عشان ينقذ البروفيسور بتاعه. وكان مسلي شويه في البدايه لحد ما مات، وبعد كده قعدنا تلتين الكتاب تقريبا وهو مش موجود، فكنت عايشه بقى انا ودماغ أليس لوحدنا، مفيش اي كوميديك ريليف في النص. وفجاه اكتشفت ان هي بتحبه، لا وهو كمان بيحبها، وبيعترفوا بحبهم لبعض. وامتى يعني امتى وفين وازاي وليه؟ يعني في ريفرنسز من البدايه ان هي فعلا ممكن تكون معجبه بيه وهي مش اوير او مش معترفه لنفسها بده. بس ايه الحاجه، ايه الحافز اللي خلاها تواجه المشاعر دي فعلا لدرجه ان هي تحس ان هي حقيقيه وتعوز تقولها له؟ انه مات يعني، او هي كانت السبب في موته وهو سامحها عادي مع ان هو عارف ان هي اللي قتلته. يعني انا قاعده طول الكتاب مش فاهمه ليه اي حد بيعمل اي حاجه. يعني في النهايه يعني انا محتاجه اسال نفسي ومحتاجه اسالكم انتوا السؤال ده، يمكن حد يكون عنده اجابه انا مش عارفاها. هو ليه الكتاب ده موجود؟ انا حاسه ان هو اعاده تدوير او ريسايكلينج لبعض الكتب اللي كانت بتتكلم على الاندر وورلد، لزقتهم كلهم في بعض، عملت سكراب بوك كبير واخده قصاصات من كل حته بتتكلم على الجحيم ولزقتهم كلهم في كتاب واحد. وعشان الكتاب ما يبانش ديسكونكتد او في فواصل بينه، قررت بقى ان هي هتبتدع القصه بتاعه أليس وبيتر دي عشان تلزق المعلومات دي ببعض. حاسه ان هو في مرحله ما كان من الاوبسيشنز بتاعه ريبيكا، وحبت ان هي تعرفنا ان هي اوبسيسد بالموضوع ده، فعملت الكتاب ده كده. بس بيفكرني بانتي خريستوس اللي بعض الناس ممكن تعتبره روايه، لكن هو في الواقع مش روايه، هو شخص قرأ بعض المعلومات عن المسيح الدجال وقرر يجمعهم كلهم مع بعض بطريقه مسليه. لكن هل ده كتاب فعلا هي كتبته؟ هل ده يقدر يتصنف كروايه؟ بالنسبه لي انا بصراحه لا. الكتاب ما عملش اي حاجه حلوه او وحشه، هو بالنسبه لي كتاب موجود مش اكتر. ومن وجهه نظري بصراحه هو المفروض ما كانش يبقى موجود. قريته كاتاباسس ولا لا؟ ولو ما قريتوهوش ناويين تقروه بعد كل الكلام اللي انا قلته ده؟ هحب اسمع رايكم اكتر في الكومنتس ونتكلم مع بعض. قولوا لي ايه كتب تانية عدت عليكم لقيتوا عليها هايب كبير قوي وبعد ما قريتوها حسيتوا ان هي ما تستاهلش. انا اريج، انبسطت قوي اني كنت معاكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.